البشاميل وجمالها، مفيش بيت ما فيهوش حد ما بيحبش البشاميل. لو عايزه تعرفي اهم التريكات بتاعتها كملي معايا الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده ان شاء الله هنعمل البشاميل، وهقول لك كده على كام حاجه. اول حاجه لما نيجي نسلق المكرونه احنا بنحط ملح في الميه وورق لورا وحبهان وشويه زيت صغيرين، ونقلب كويس عشان الملح يدوب، وبعد كده نسيبها لحد ما تغلي. نيجي بقى على حلة تانية سخنة نحط فيها اللحمة من غير اي دهون. انا في البشاميل بعتمد على الدهون اللي بتنزل من اللحمة عشان ما تبقاش مليانة دهون وتبقى تقيلة ومش حلوة. اقعد بقى اقلب فيها كده لحد ما اللحمة هتلاقيها بدأت تاخد لون. في بقى الصوص بتاع البشاميل ده رهيب. باجي كده في حلة سخنة وفيها معلقتين زيت، واول ما يتقدح الزيت كويس انزل بالطماطم المعصوره. الطماطم دي احنا كنا مخزنينها سوا. بصوا بقى هنا اللحمه عامله ازاي، لونها بدأ يتغير. هو ده اللي انا عايزاه. اللحمه هتنزل الميه بتاعتها وهتشربها تاني وهتنزل الدهن بتاعها. في الحاله دي اقدر ان انا انزل بالبصل بتاعي، بس اكون يعني ضرباه ناعم او بشراه ناعم، ما يبقاش خشن علشان يستوي على طول. بصوا كنت مجهزه لكم الحقيقه بتاع اللحمه. نضرب بقى البصل هنا سوا كده مع بعض، ولازم يكون ناعم. اهو بص كده المنظر. دي التركاية بتاعتنا الاولى. لا، التانية. الاولى كانت بتاعت سليق المكرونة، التانية ان اللحمة هي اللي تنزل الاول وتدبل وبعد وتنزل ميتها. بصوا ما شاء الله رمت مية قد ايه على دهن فظيعة يا جماعة. على فكرة اللحمة دي نوعها كويس جدا ما شاء الله، ما بتاخدش وقت على النار نهائي. هروح بس كده اشوف الصوص بتاعنا هلاقيه بيغلي. اول ما يغلي على طول اجيب له ميه مغليه. تمام. وانزلها عشان البشاميل تحب الصوص خفيف، انت بتحبوش تقيل. الناس اللي بيحبوه يعني ممكن انت تستغني عنه، بس انا عندي جوزي ما بياكلهاش غير كده بصراحه. نيجي المكرونه هنا هنلاقيها لسه ما غليتش. اللحم بقى نرجع لها تاني وننزل بقى البصل عليها. خلاص انا كده اتاكدت انها شربت كل ميتها ونزلت كل الدهن بتاعها. ابدا انزل بالبصل واسيبهم بقى ايه، يعني تكتكوا بقى مع بعض شويه لحد ما البصل يدبل. وبعد كده اجيب بقى فلفل حامي انتي تقدري تشتغلي بفلفل اخضر عادي وفلفل الوان عادي، مش حراق، ولكن انا بحب الفلفل الحامي ده، بيدي تيست عالي قوي بصراحه في الطعم. هنا بصوا برضو كان ناعم، لازم يتفرم ناعم عشان ما ياخدش وقت معايا. هنا بقى الميه كانت غليت، انزل بالمكرونه. عملت كيلو مكرونه. ما حدش يستغرب، هي البشاميل ما بتحبش المكرونه كتير. المهم بس ايه، تخلي بالنا من حته الغطا دي علشان انا مش عايزاها تفور، ومش عايزه ان انا اعري الحله خالص. هنا بقى الصوص انا كنت خلاص عمال حطيت له ميه، بحط له بقى ملح وفلفل اسود وبقفل النار عليه. بسيبه بس ياخد غلوه، يعني هو الفلفل الاسود مش هيمرر، فبسيبه بس ياخد غلوه كده وبعد كده اقفل عليه. تمام. نرجع بقى هنا للحمه. هلاقي ما شاء الله البصل دبل وبقى جميل جدا. ممكن اسيبهم شويه وممكن انزل بالفلفل دلوقتي يعني، بس انا قلت انزل بيه كده على طول عشان ننجز. ما شاء الله هنا الفلفل نزلت عليه في اللحمه، وحطيت بقى معلقتين صويا صوص وقلبت وغطيهم بقى، سيبهم مع بعض بقى يقولوا احلى كلام سوا. نيجي هنا الصوص خلاص خد غلوتين، اقفل عليه. ارجع بقى للمكرونه تاني، ولازم اقلبها يا جماعه، لازم اقلبها علشان ما تلزقش، لان انا هنزلها نص سوا. هنا بقى حيقت اللحمه بتاعتي، حطيت الملح الاول وبعد كده بقى اشوفها استوت تمام، ما استوتش اسيبها. انا هنا كنت بظبط الملح فلقيتها ان هي محتاجه ملح تاني، فاديتها ملح تاني وبعد كده بقى دقتها لقيتها اتظبطت. هسيبها بقى برضو شويه كده. ارجع للمكرونه، هلاقي المكرونه يعني ايه خلاص كده، لسه يعني السوا بتاعها نص بالظبط. ده كده تمام، انا مش عايزه حتى سوا الا ربع. فابدا ان انا اخد منها طبق كبير بقى. هي دي بقى التركايه التالتة، اخد طبق كبير جدا من ميه المكرونه، وبعد كده بقى ارجع للحمه هنا
احط لها، هقفل بقى خلاص عليها واحط لها الحقيقة. زي ما اتفقنا انا مش بحط توابل على النار. الحقيقة بتاعي ايه؟ من بعد الملح فلفل اسود وبابريكا ورشة جوز الطيب. تمام، ده اساسي. انتي حابة بقى تحطي زي ما انا حطيت هنا توم باودر وجنزبيل وقرفة براحتك، مش حابة خلاص ما تحطيش. بس صدقيني بيعمل طعم فظيع جدا للبشاميل، وخصوصا ان اللحمة هي اللي بتكون متحيقة ومتبلة كويس، والبشاميل على فكرة بيبقى حياء وهادي، والمكرونة ما بتمسكش فيها حياء، فالاعتماد الكلي عندي بيكون في اللحمة. جيت بقى هنا في، على فكرة انا غسلت المكرونة بصفيها وبغسلها وبشيل منها ورق اللورة والحبهان. هنا كانت في ورقة لورة هربانة مني، تمام، فكنتش واخدة بالي منها خالص، شفتها بقى اثناء التقليب. نرجع بقى للبشاميل. البشاميل معلقتين زبدة ومعلقتين دقيق كبار، تمام، وافضل اقلب لحد ما الاقي الايه، ان الدقيق بدأ ان هو يعني يتحمص في الزبدة. بس اوعي بس ان هو يتحرق منك. رحت نزلت بقى بمية المكرونة واقلب طبعا على طول عشان ما يكلكعش مني، وبعد كده انزل بايه، بكمية اللبن. انا عملت كيلو لبن وطبق كبير من مية المكرونة، يعني مثلا كان عامل نص كيلو، يعني انا عاملة كيلو ونص. وتفضلي بقى تقلبي فيه، بعد كده تحيقي. بحيقه ازاي؟ ملح وفلفل اسود وجوز الطيب. حابه تستغني عن الملح في البشاميل خالص وفي اللحمه وتستبدليه بمرقه الدجاج، حريه شخصيه اللي انت عايزاه. مرقه الدجاج خلينا متفقين انها بتدي طعم حلو جدا، بس احنا ممكن يعني ايه، ممكن يعني نستغنى عنها لانها مش لطيفه. المهم هنا البشاميل انا في كده اللقطه بتاعت الكبشه دي. عايزه اوصل للقوام ان لما اجيب الكبشه امسحها، المسحه اللي انا مسحتها دي ما تروحش. هو ده القوام اللي انا عايزاه، تقيل شويه اهو. بعد كده اجي بقى في صينيه بايركس، طبعا انتوا حبايبي فطلعت لكم البايركس، واحط الطبقه بشاميل ومكرونه وشويه بشاميل واقلبهم. طب هتقولي لي ما عملتيهمش ليه في طبق خارجي؟ لا، ما بحبش الحركه دي خالص، يعني ما بحبش يعني اكون مواعين نهائي، يعني حاجه ملهاش لازمه بالنسبه لي يعني. فهنا بقى نزلت باللحمه واديتها رشه موتزاريلا، ودي بصراحه فظيعه، بتدي كده مطه في النص كده، بتبقى جميله كده. انزل بقى بالمكرونه وانزل بقى بالبشاميل اللي فوقيها. بصوا املاها بقى بشاميل، اغرقها زي ما بيقولوا. بص بالراحه كده، وانزل في القطر في الاول، وبعد كده انزل في النص. ما خليش مكرونايه باينه عندي، لازم كلها تتملي بشاميل، مفيش مكرونه الاقيها فاضيه. تمام، وبعد كده ابدا انزل بايه، بالموتزاريلا. موتزاريلا كتير بقى على الوش. على فكره انا لما بعمل المكرونه البشاميل ما بعملش صينيه واحده، لان انا مش هقف الوقفه دي كلها على صينيه واحده. لا، انا بعمل صينيتين ثلاثه واشيلهم في التلاجة او في الفريزر. بس لو انا هشيلهم في التلاجة او الفريزر مش بحط الموتزاريلا، بغطيها بكيس. ولو انا هشيلها في الفريزر بحطها في الفريزر ليلة كاملة. اول ما خلاص تجمد ابدا ان انا احط التانية فوقيها والتالتة فوقيها وهكذا. طب هتقولي لي بتحطيهم فين؟ لازم يكون الفريزر فاضي عندي، وبحط كل صينية لوحدها. بحط كل صينية لوحدها الاول في الفريزر ينشفوا، ابدا بقى افرش كيس واحطهم فوق بعض. ولو في التلاجة بفرشها كده كيس واحطها في التلاجة. طبعا هنا بقى كانت خرجت فظيعة يا جماعة بجد. المهم لو انت هتشيليها في التلاجة، بتغطيها في كيس بكيس كده وتشيليها. ولو انت حطيتيها في الفريزر اوعي تطلعيها من الفريزر تحطيها في الفرن، هتلاقيها اتحمرت ومن جوه متلجة. تسيبيها لحد ما تفك خالص. ايسولا بنتي كانت طالعه في الفيديو عايزه تطلع مع صينيه المكرونه يعني. هنا انا حروقت الجبنه شويه. انا بحب السعها، هي مش محروقه بس انا بحب السعها، وبكده هي بتفقد المطه بتاعتها. بس انا بحبها كده بصراحه، وجوزي كان بياكلها كده وبنتي وكله يعني. جربوها، مستنيه رايكم. مش عارفه اقول لكم، انتوا شايفين اصلا المطه بتاعت الموتزاريلا في المعلقه باينه ازاي؟ والدخان بقى يا لهوي، يعني انا كلتها وهضمتها. بس انا حاسه ان انا عايزه اقوم اعملها تاني. تمام. بصوا بقى، يعني لازم نقفل الحلقه دي. انا بكده الحلقه تكون خلصت، ويا رب اكون خفيفه عليكم وتكونوا استفدتوا، وان شاء الله تجربوها وتقولوا لي رايكم. ومستنيه منكم المتابعه والاعجاب والمشاركه طبعا. واكون يعني شاكره ليكي جدا لو بعتي الفيديو بقى لاصحابك وكده، وخصوصا ان طريقه المكرونه البشاميل سهله مش صعبه يا جماعه، احنا بس اللي بنصعبها على نفسينا.
هي بتاخد وقت كبير وكل حاجة، بس صدقيني جميلة جدا. وانتي اصلا لو عودتي نفسك على فكرة انك تعملي كذا صينية وتشيليها دي، تحفة بجد، بتوفر معاكي وقت وجهد وكل حاجة كل حاجة يا جماعة. بصوا بقى، هنا كنت بدوق انا ما استنيتش حتى احط الصوص او اقدمه لكم، انا نسيت الصوص تماما، دخلت في المكرونة بوشي على طول. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله، ويا رب المكرونة بتاعتي تكون عجبتكم.